لمينا كده الموضوع كله، بحيث ان الناس كلها لو عايزه تتابع الفيديو كله من الاول للاخر تلاقي كل البرامج معاها وكل الشغل بتاعها معاها. نعرض مع بعض شويه مشاكل كده بتحصل في الشمام، وعشان ما برضه الموضوع ما يزيدش معانا ويفضل الموضوع يزيد فيما بعد يعني. اول حاجه طبعا عشان تنجح في زراعه الشمام لازم اول حاجه تختار الصنف الجيد علشان يجيب معاك انتاجيه كويسه، ونفس الوقت يكون متحمل بياض دقيق، ويكون متحمل عفان جذور، ويكون كمان السكر بتاع الثمره نفسه عالي. لان في اصناف كتيره خالص موجوده في السوق ما بقاش فيها سكر، تيجي تبيعها في الاخر ما بتلاقيش اصلا كميه فيها سكر، وبالتالي بيبقى اقل في السعر من اي صنف تاني. عشان لما تيجي تدخل الارض او تشتري من عند تاجر لازم تكون نسبه السكر عاليه عشان يجيب سعر. دي اول نقطه لازم تاخد بالك منها. طيب بالنسبه لعفان الجذور، عفان الجذور ديت بتيجي مشاكلها من الاراضي القديمه. طب الاراضي الجديده، الاراضي الجديده بتبقى نسبه قليله خالص تكاد لا تكون تذكر يعني، بس احنا بنحاول نسمد مره او مرتين خلال الموسم كله بحيث ان النبات ما يحصلش عندنا دروب. طب بتظهر امتى معانا عفان الجذور؟ في بدايه الشتل خالص عفان الجذور بتظهر معانا. بعد كده بقى مع بداية العقد والتزهير بتلاقي عندك يبدأ النبات يصفر عندك شوية، ويبدأ النبات عندك يبقى لونه فاتح شوية، أو النبات بيبدأ الظهر كده يبدأ يهدل معاك الورقة. ده بالنسبة لعفان الجذور. بتزيد كمان في الأراضي القديمة لما يكون عندك الحجم كبير بتاع الثمار، لأن مخزون النبات الثمرة بتسحب من الورقة بتاعة النبات، فبالتالي بيظهر فيه موضوع العفن، فبيخنق الجذر من تحت أو بيخنق الساق، والميه ما بتوصلش للاوراق فبيحصل معاك عفن. تاني حاجه برضو مشاكل البيض الدقيق. البيض الدقيق طبعا من اكتر الحاجات اللي بتاثر على ورقه بتاع الشمام، وبالتالي بتخلي معدل التمثيل الضوئي بيقل. بتلاقي عندك الثمره مش قادره تشبك، بتلاقي الثمره عندك صغيره، بتلاقي عندك النبات نفسه شكل كده بيحس ان هو مجرب. ده بالنسبه للبيض الدقيق. طيب المركبات بتاعته من افضل الحاجات اللي بتجيب معاه اللي هي ماده دايفينوكونازول، ماده الاسكور اللي احنا كلنا عارفينها، وفي تيبيكونازول. في كذا مركب بس دول افضلهم بيجوا معاك نتيجه سريعه فيهم. بالنسبه بقى للتسميد بتاع الشمام، في بدايه الزرع احنا بعد 10 ايام من الشتل بيبدا معاك تسميد تحط هيومك وتحط حديد، بتحط معاه مغنيسيوم. دي تبقى تسميدها كده بتبقى نشيط للجذور في الاول خالص. بعد كده بقى بعد نبدا التسميد بتاعنا نسحب اول حاجه بتبقى معالج ملوحه، بحيث ان النبات لو الارض عندك فيها ملوحه بتسحب معالج ملوحه. الارض ما فيهاش ملوحه ما بتسحبش يعني، بس فغالبا في الاراضي اللي بتزرع فيها شمام او كنتالوب او بطيخ بيبقى فيها نسبه الاملاح فيها، لان بتبقى الارض جديده، فلازم تسحب لك سحبه معالج ملوحه تنشط معاك الدنيا وتخلي النبات معاك يستجيب اسرع. بعد كده بقى مع بدايه النمو الخضري بقى تبدا تشتغل متوازن. دي اهم نقطه معاك في التوازن. ليه بقى؟ لان انت لو زودت ازوت في الاول بتعمل نمو خضري قوي جدا، وبالتالي بيبقى على حساب النمو الزهري والثمري. فتيجي انت مرحله التوازن ديت مطلوبه عشان ما يجيش معاك بعد كده ياثر معاك على النمو الخضري. نيجي مرحله التزهير والعقد. التزهير والعقد دوت لازم تزود فوسفور، ودوت افضل حاجه. طيب الفوسفور بيعمل معانا ايه؟ بيزود بيشتغل على الجذور من تحت. الفوسفور بيشتغل على الجذور من تحت، وتاني حاجه بيشتغل معاك على التزهير والعقد في الشمام. طيب هحط قد ايه؟ بنبدا بنص لتر، واعلى حاجه بتبقى 3 لتر الفدان في مرحله التزهير زي ما احنا شايفين دلوقتي مرحله التزهير عندنا. ده بالنسبه للفوسفور. نيجي بعد العقد بقى لازم بقى تزود بوتاسيوم. طب في صوره ايه؟ افضل حاجه صوره نترات بوتاسيوم، لان هي بتزود عدد الخلايا بتاعه النبات وسرعه امتصاصها بيبقى عالي جدا بالنسبه للشمام. خلصنا مرحله العقد نخش بقى لمرحله التحجيم. مرحله التحجيم في مركبات مخصصه للتحجيم. عندك لو انت السيتوكاينين نفسه ممكن تشتغل بيه بس يكون في صوره كاينتين مش صوره بنزيل امينوبيورين، لان بنزيل امينوبيورين بيشتغل معاك على موضوع النمو الخضري مش التحجيم. دي نقطه مهمه جدا ما بيبقاش مكتوبه كده كتير خالص على العبوات من بره او ليبل العبوات. فلازم تشتغل على حاجه سيتوكاينين في صوره كاينتين وتحط معانا نترات بوتاسيوم. كده احنا وصلنا لمرحله التحجيم. طيب نحافظ ازاي بعد كده بقى على الثمره ونحافظ على النمو الخضري ازاي؟ طبعا اول ما يبدا تحميل معاك لازم زي ما احنا قلنا تسحب مسبب عفن، مبيد عفن للجذور عشان النبات يفضل مكمل معاك للاخر. دي حاجه دي اختياري يعني حسب الاراضي اللي عندك. بعد كده بقى خش على التلوين بقى هتحط او تسمد سطرات بوتاسيوم. سطرات البوتاسيوم ديت بتزود معاك الخشانه بتاعت الثمره نفسها، بيبقى فيها اللي هي الشبكيه اللي بنقول عليها الشبكيه دي. تسميد ولا رش سطرات؟
الاسطرات هتسمد وهترش. تمام. بس هو في الاول تمام. تسميد في الاول، تسميد في الاول. تسميد في الاول وبعد كده هتكمل. خلصنا كده خلاص. بتيجي في الاول في الاخر خالص طبعا في شويه حاجات كده زي العنكبوت الاحمر طبعا بيأثر جامد. اكيد. فطبعا انت بتشتغل معاه من الاول خالص مع اي دواء حشري، بتضيف معاه كبريت ميكروني بحيث ان هو يعمل يلسع الحشره بتاعه العنكبوت الاحمر، بيقلل التعداد بتاعها. في حاجات كتير خالص بتشتغل معاك طبعا للعنكبوت الاحمر، زي مثلا البنفازات. دي ماده ممتازه جدا بتجيب معاك الاطوار الكامله، بس طبعا بنفضل نحطها معاها ابامكتين. زي ماده برضو اسيكويونوسايل برضو بتجيب معاك الاطوار كامله، اللي هو البيض والعذراء والحشره الكامله، برضو بنفضل معاها نحط معاها ابامكتين. برضو ماده تانية زي ماده هيكسازيزوكس، دي برضو ممتازه جدا خالص برضو في الحمراء. كده نكون دمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا حاج محمود.